كده الكبده بتاعتي بقالها كده فتره على النار. زودت لها طبعا حوالي كده نص كوبايه ميه. هي كده خلاص تعتبر يعني استوت. طبعا ممكن ننشف الصوص عن كده زي ما احنا نحب يعني. دلوقتي بقى هنقدمها. كده الكبده كبد القوانص بتاعتي خلصت. طبق حلو جدا وكله فايده وجميل. مش عايزه اقول لكم على الريحه يعني، وما خدش وقت خالص. ممكن ناكله كده طبعا بقى بالعيش وجنبه بطاطس، او نقدم جنبه كده مكرونه محمره، تبقى حلوه جدا برضو معاه. يا رب تكون النهارده وصفتي عجبتكم. السلام عليكم. النهارده ان شاء الله هنعمل طريقه الكبد والقوانص. معايا حوالي نص كيلو كبد وقوانص، غسلته كويس قوي بميه وملح وليمون وصفيته. طبعا انا ولعت على القوانص كده من شويه لانها بتاخد شويه سوا عن الكبده. معايا هنا كمان بصل، حوالي كده بصلتين كبار. ممكن نقطعهم جوانح، ممكن نقطعهم قطع صغيره زي ما احنا عايزين. ومعانا كمان هنا بقى للتوابل كزبره ناشفه، كمون، وعصره ليمون طبعا. ومعايا هنا معلقه سبع بهارات وتوم وملح. اول حاجه انا كنت دي القوانص بتاعتي كنت مولعه عليها من شويه لانها بتاخد وقت شويه في السوا، هي مش كتير. سبتها كده شويه اتشوحت وخدت لون كويس. بعد كده هنزل عليها الاول بالكبد. وهنشوحها كويس لغايه لما تاخد برضو لون حلو وتنزل كل ميتها. هي الكبده ما بتاخدش وقت على طول يعني. كمان الكبد ما بتاخدش وقت معانا كمان في التسويه، فعشان كده احنا حطينا القوانص الاول يعني تكون اخدت شويه من التسويه عشان ما تشدش معانا. هنقلبها بقى كويس كده. الكبده بتاعتي اتشوحت وخدت لون حلو قوي، ريحتها طالعه. طبعا هنزل بقى عليها بالبصل. برضه هنقلب كويس كده. بعد كده هنزل بالتوابل بتاعتي اللي هي قلنا ملح وفلفل، قصدي كمون وكزبره وتوم وسبع بهارات وملح. نقلبها كويس. ممكن لو احنا حابين نرش رشه فلفل اسمر، بس انا بحب الكمون اكتر. مش عايزه اقول لكم بقى على الريحه بجد يعني طلعت. هنهدي برضو عليها النار كده شويه. الروايح يعني هنا تحفه. هنزل بعد كده عليها بقى بعصره ليمون كده بسيطه عشان برضو ميبقاش في اي ريحه زفاره. انا كده هديت النار بقى يا حبايبي. هغطي عليها بقى واسيبها بقى تستوي على نار هاديه. لو احتاجنا شويه ميه ممكن نزود حاجه بسيطه.